السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ عواشركم مبروكه، عيد مبارك سعيد مسبقا. المهم اليوم ان شاء الله نشارك معكم شي حليوات صيفتهم. هانتوما يا البنات، عجينه وحده تخرج يعني 4 ديال الشكيلات. المهم نشارك معكم. نقول لكم المهم داكشي اللي درت، حيت ما صورتش صراحه المقادير. درت البنات 250 غرام ديال الزبده، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال سنيده، 2 دانون ديال فاني، 1 ساشيه ديال الفانيا البنات. صافي هادشي اللي درت. خماره حمراء وطحين على حسب الخليط. المهم العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاوتاني رطبه بزاف. المهم البنات كنخلطوا الزبده هي الاولى مع سنيده، من بعد كنزيد عليها الزيت وكنخلط مزيان حتى كيولي عندي خليط كريمي ما تبانش فيه الزبده يا البنات. وعاد زدت 2 ديال دانون وعاود خلطت مزيان البنات. خويت الفانيلا وزدت الطحين وخماره حمراء. صافي ملي تجمعات ليا العجينه قسمتها على 4. قسمت العجينه ديالي على 4 ديال الكويرات، كل كويره كتزيديها. المهم هادي زدت فيها فلون ديال الفاني، وهادي درت فيها الفلون ديال البنان. ديك الكره الاخرى يا البنات راه كتشوفوا فيها. المهم هذا هو الفلون اللي درت في هاد الكره هادي، داك الفلون ديال الفاني وهذا الفلون ديال البنان. كيعطي البنات واحد النكهه زوينه في الحلوى. بالنسبه لهادي زدت فيها كاس ديال الكوك محمر، درتو البنات حتى تحمر وعاد زدتو على العجينه. بالنسبه لهادي درت فيها شكلاط فيرميسيل اسود. نتوما البنات راه يعني الصوره راه باينه لكم كيفاش دايره. المهم هادشي اللي كاين البنات. هانتوما عندي واحد الشكل كورته وطبعته بالطابع. بالنسبه لهذه راني شكلتها غير بالغلاقه ديال الزيت، يعني ما كاين لا طابع لا والو. ودرت ليها هاد التقيبه في الوسط باش ملي طيب ندير فيها كونفيتير مع ملون ولا الناباج اللي عندك موجود ديريه. بالنسبه اللي فيها شكلاط فيرميسيل راه باين داك المرشم. صافي هادشي اللي كاين البنات. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الحلويات ديالنا. غادي نستمر بحال هكا البنات حتى نكمل، تنسالي ديك الكميه اللي عندي. وتبارك الله راه واخا يعني مقادير بسيطه راه كتعطي واحد الكميه لا باس بها البنات. ها انتم الشكيلات ديالنا كيف ما قلت لكم البنات واخا مقادير قليله. الا انها كتعطينا شكيلات زعما واحد الكميه لا باس بها. ها انتم البنات بالنسبه لهذه ديال الفيرميسيل خليتها كيف ما كانت. هذه من بعد ما قرصتها كنقطعها بواحد المرشم، كندير فوق منها الناباج وندردر عليها الكاوكاو وندخلها للفران. دائما البنات
العافيه ضروري خصها تكون مهيله باش الحلوه ديالنا يعني طيب على خاطرها وتجي زوينه. هانتوما البنات بالنسبه لهذه ديال الفرميسيل راه خليتها عاديه. ندوزو للشكيلات الاخرين. هذه حتى هي قرصتها وقطعتها بهذا المرشم هذا صافي. ملي طابت زوقتها بالشكلاط مع واحد شويه ديال الزنجلان. هانتوما البنات الشكل ديالها جا زوين. بالنسبه لهذه راه درت ليها الكونفيتير مع الملون الاحمر وصافي، وزوقتها بالخطوط ديال الشكلاط. ايوا هادشي اللي كاين البنات. اللي باقي ما صايباتش الحلوه ها شكيلات يعني غير بعجينه وحده وبمقادير بسيطه كتخرجي 4 ديال الشكيلات وتبارك الله راه يعني كتعطي واحد الكميه شويه كتيره، راه اكثر من 400 حبه اللي خرجت ليا. ها نتوما يا البنات. المهم باش ندوزو العيد وصافي هادشي اللي كاين. ها نتوما الحليوات ديالي راه درتهم في السبيره وراه تبارك الله البنات كيف ما كتشوفوا. المهم راه كتعطي واحد الكميه لا باس بها، يعني واخا مقادير قليله راه كتعطي واحد الكميه شويه لا باس بها وما كتديش الوقت بزاف، يعني دغيا كتصايب. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله حليواتي يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. وبشركم مبروكه مره اخرى، عيد مبارك سعيد. عاوتاني ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم كومونتيرات. شكرا لاي واحد ولا اي وحده يعني كتشاهد الفيديوهات ديالي كتخلي لي كومونتيرات. شكرا لكم بزاف البنات. ايوا هادشي اللي كاين. اللي باقي ما وجداتش حليوات ديال العيد، 4 ديال الشكيلات بعجينه وحده وبدون بيض. بصحه والراحه البنات. واشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد. شكرا لكم بزاف متتبعات ديالي، وبصحه والراحه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم بزاف البنات، الى اللقاء.